لو هنعيش 75 سنة وده متوسط أعمارنا، للأسف معظم الناس دلوقتي بتقضي آخر 15 ل 16 سنة من عمرها بمرض ومشاكل صحية، وده اللي بيمثل 20% من أعمارنا. ده الفرق بين فترة الحياة الزمنية الكرونولوجيكال لايف سبان وفترة الصحة الهيلث سبان. يعني عشت كام سنة من عمرك وعشت كام سنه بصحتك. سنه 1980 في مجله نيو انجلاند الطب نشرت دراسه للدكتور جيمس فريس اسمها Aging Natural Death and the Comparison of Morbidity، وفيها قال ببساطه ان 3 حاجات بس ممكن يطولوا عمرك وصحتك: ما تدخنش، حافظ على وزنك المثالي، اتحرك رياضه بسيطه بس بشكل منتظم. الخبر الحلو هنا في دراسة تانية نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية إن ناس بدأت تغير عاداتها بعد سن ال70، نظام غذائي متوازن ونظام مشي منتظم، ده اللي قلل خطر الوفاة المبكرة بنسبة 65%. تعال نحسبها، مش مهم سنك كام، المهم تبدأ دلوقتي. قلل التدخين وقلل أكل الشارع والأكل المصنع. لو عايز دايت مثالي ممكن تبدأ بالميديترينيان دايت، وعلى الأقل تمشي ساعة كل يوم بس بشكل منتظم. خليك متزن.